أكثر وأكثر بين الله سبحانه وتعالى، لأنه يتخلى عنهم، وهذا اللي حصل قبل الله. ما أدري، هذه قمة المحن وقمة المصائب اللي تصير، أن يبتلى الإنسان في وطنه، في أمنه، في راحته، في روحه وأولاده وحلاله. من تجد كلمات، لكن أكيد أن احنا تعلمنا شيء كثير. أول شيء أن الوطن ما يعلى عليه، غلا ما يتعادل فيه غلا أبدا، وأن إفراقه من أصعب القرارات. يعني كثير من الناس مثل ما قلنا في أول كلام قرروا يسافرون بالليل، يصبحون الصبح يغيرون رأيهم. كثير من الناس وصلوا إلى النقطة اللي يسلم فيها أوراقه إلى نقطة التفتيش، وبعدها إلى الخفجي، يوصل ويرجع مرة ثانية. لأن امتحانك في الوطن كامتحانك في الولد، كامتحانك في أعز الأشياء. تعلمنا من هالمحنة أن الكويت غالية، وما يهون إفراقها في أصعب الظروف.